عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذات يوم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع صحابته الكرام قال لهم: اشتقت لإخواني. قالوا له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. على درب شوق رسول الله لنا نظمت لجنة المسجد عن مكتب التعاضدية بكلية الحقوق عين الشوق أياما مسجدية اتخذ لها شعار: لو كان بيننا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. يحضر معي في هذه الحلقة عضو مكتب التعاضدية وعضو لجنة المسجد الطالب معاذ نيتسي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك. أشكرك أخي ياسين على الاستضافة لبرنامجكم ميكرو. بداية مشاهدينا الكرام نطرح سؤالا على الطالب معاذ نيتسي. أيام الجدية هذه السنة كانت مختلفة عن باقي الأيام التي تخوضها أو التي يخوضها مكتب التعاضدية من داخل هذا الموقع، فإذا كان ممكن طالب يعطينا واحد النبذة تلخيصية لهذه الأيام. نعم طالب ياسين، هذه السنة الأيام الجدية عرفت واحد إبداع جديد من خلال جميع الفقرات اللي كانت متمثلة في المسجد كلوحات فنية ترفعات من داخل مدرجات، ولقينا واحد تفاعل إيجابي مع طلبة وطالبات من داخل الكلية، وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم الشديد لرسول صلى الله عليه وسلم. فكما تعرف أن هذه الأيام المجيدية اتخذنا لها شعار: لو كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا. من خلال هذا الشعار قمنا بجولة داخل ساحة الكلية مع الطلبة والطالبات، وسألناهم: لو كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا ماذا تقول له؟ وماذا يكون شعورك؟ وماذا إحساسك؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وحزبه. باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نقوم لجنة المسجد بحملة دعوية، بحملة تحت شعار: لو كان بيننا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا نريد أن نخرج روحانية المسجد من المسجد إلى ساحة الطلبة في قلوب الطلبة والطالبات إن شاء الله. من بين هذه الأنشطة جولات ثقافية، أسئلة ثقافية حول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسؤال المركزي: ما هو شعورك لو كان الحبيب المصطفى بيننا؟ ما هو شعورك لو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا؟ هذا ما سنراه في هذه اللحظات في هذه الجولة الثقافية. لو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، اش غتقولي لي في مده 30 ثانيه فقط؟ ما عرفتش. اول حاجه غنقول لك سمح لينا بزاف حيت مفرطين في زعما شحال ديال السنه ديالو وشحال من حاجه ناقصين بزاف ومحتاجينه في هذا الوقت، حيت صلى الله عليه وسلم محتاجينه بزاف في هذا الوقت. وكون كان معنا في هذا الوقت كانت غتكون شحال حاجه مبدله، لكن واحد التغيير كبير ما بين زعما ما حنا اللي دابا ما زعما كيفاش كان غيكون. شكرا لنا وصل لنا واحد الدين اللي الصراحه كان الحمد لله الله مقارنه مع الديانات الاخرى. وصلنا غير في القران الكريم واحد الاعجاز علمي اللي سبحان الله ديك الامريكيين والاوروبيين شحال هما كيدرسوا وما قدروش يلاه كيقدروا يوصلوا لشي جزء منه، وحنا سبحان الله ربي عطاه لينا وهبوا لينا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وقدرنا نوصلوا ليه قبل منهم آلاف السنين. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك. وانا غنقول ليه كلمه واحده، انا غادي نقول ليه انني ما كرهتكم، كنت كنعيش في القديم.
سواك لا بل مهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطريح ببابك من لي سواك لا بل مهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب. درنا الجولة الدعوية، الجولة الثقافية حول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سألنا السؤال المركزي: لو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا كانت أجوبة مؤثرة، كانت أحاسيس تخرج وتنبع من القلب. فلذا نضرب معكم موعدا آخر في نشاط آخر إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.